في حاجة جواك انت عارفها بس بتتجاهلها كل يوم، ولو فضلت كده هتختفي ومن غير ما تاخد بالك. أصعب مواجهة في حياتك مش مع الناس ولا مع الظروف، دي مواجهة بتحصل معاك كل يوم، في اللحظة اللي بتبقى قبل ما تنام، لما كل حاجة بتكون ساكتة وتفضل لوحدك مع نفسك. انت عارف ايه المشكلة؟ انك تقدر تخدع اي حد، بس في حاجة انت عمرك ما هتقدر تخدعها. الصوت اللي جواك كأنه واقف قدامك ساكت بس شايف كل حاجة. خليني أسألك سؤال صريح، فاكر بقى آخر مرة حسيت بالإحساس ده؟ الموقف اللي جه في دماغك دلوقتي هو ده. كل ما بتعمل حاجة عكس نفسك بتحصل فجوة. الفجوة دي في الأول بتبقى صغيرة، بتعديها وتكمل يومك عادي، بس مع الوقت بتكبر. في الأول بقى انت لما كنت بتعمل غلط الإحساس ده كان بيجيلك فورا، بعدين انت بقيت بتحتاج وقت عشان الإحساس ده يجي. قبل كده انت كنت بتتضايق، بعدين بقيت بتتقبل بصورة أو بأخرى. واحد عارف إنه غلط بس كل مرة يقول مش وقته ويأجل لحد ما بقى ده عادي بالنسبة له، إنه ما يحاسبش نفسه أصلا. وده أخطر من الغلط، خد بالك. أعطيك مثال تاني، واحد عارف إنه لازم يبدأ النهاردة، يقول بكرة بيجي يبقى زي النهاردة، وبعدين يوصل لإنه يبقى مفيش مشكلة أصلا حاسس بيها، والإحساس ده بقى عادي بالنسبة له. يعني واحد مثلا في علاقة عارف إن هي غلط بس هو مكمل، مش عشان مرتاح، لأ، عشان هو اتعود مع إنها غلط. أنا عارف إنك ممكن تقولي ما هو كله بيعمل كده، أو مش موضوع كبير يعني، أو حتى ما هي الدنيا ماشية كده. مبدئيا هو لو الموضوع مش كبير ما كنتش عملت عنه فيديو أولا يعني. بس خليني أقولك إن لو الحاجة منتشرة مش معنى كده إن هي صح، ولا إيه؟ المشكلة مش إنك غلط، كلنا بنغلط. المشكلة إنك اتعودت. في الأول صوت ضميرك كان واضح، بعد كده بدأ يهدى شوية، بعد كده اختفى. مش لأنه مش موجود، هو هيفضل موجود، بس لأنك انت اللي بطلت تسمعه. الإحساس اللي جواك ده، التوتر، الضغط، التعب، الإحساس ده مش غامض ولا معقد، لأ، ده واضح جدا، بس انت مش واقف كفاية تشوفه. هو مش جاي من الدنيا، لأ، هو جاي من جواك انت، من حاجة انت عارفها بس مش عايز توصلها. كأنك واقف قدام نفسك ومش عارف تبص في عينها. انت مش محتاج حد يواجهك، انت بالفعل متواجه كل يوم، بس انت اللي بتختار انك ما تبصش. المواجهة مش انك تقول انا غلط، لا، المواجهة انك تبطل تبرر، بطل تهرب، لانك مهما هربت هتوصل لنفس المكان اللي هتشوف فيه نفسك قدامك، هتلاقيها مستنياك من الأول خالص، بس انت اللي بتتجاهلها. سلام.